اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد على كل حال، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم، واجمع كلمتهم على الحق والتوحيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم أصلح ما بينهم وبين ولاة أمرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين،
اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا قوي يا عزيز اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه واغفر لمن صلى فيه وأذن فيه ودرس فيه وسعى عليه يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين